محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة إحنا اليوم مقضينه في بيت العيلة، في بيت والدي. ربنا يديله الصحة يا رب والعمر، ويرحم أمي وأخويا ويرحم أموات المسلمين. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض صينية سردين في الفرن. أنا معايا هنا الصينية ومعايا خضار متقطع، بصل وفلفل وبطاطس وجزر وطماطم، كله متقطع شرايح. هنبتدي نرص البصل زي ما انتم شايفين كده حبايبي، وما ننساش طول ما احنا واقفين نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعانا شرايح ليمون. زي ما انتم شايفين كده احنا نزلنا بالبصل، هنرص البصل احنا طبعا مشغلين الفرن من تحت، واما يستوي من تحت هنحطه ياخد لون من الوش. زي ما انتم شايفين كده حبايبي احنا رصينا خلاص الخضار، وهنرص السردين مغسول ومتشال منه سلسلة الظهر ومتنضف وزي الفل ومنقوع في ملح وليمون وخل. زي ما انتم شايفين كده حبايبي هنبتدي نرص السردين. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وتقولوا لي رأيكم في التعليقات الحلوة بتاعتكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، بسم الله ما شاء الله، كانت حاجة زي العسل. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اهو احنا بنرص السردين. دي بطارخ بس مش بتاعت السردين، بتاعت سمك تاني. زي ما انتم شايفين كده كان يوم والله في منتهى الجمال. هننزل بقى ببقية الخضار. احنا نزلنا بنص الخضار تحت السمك، هنحط بقى بقية الخضار فوق السمك. زي ما انتم شايفين كده. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. خلاص كده يا حبايبي احنا نزلنا بالخضار كله اهو. وده قرن حامي، احنا بنحب الحاجة حامية شوية زي ما انتوا شايفين. وحطينا شرايح الليمون، طبعا سمك يبقى ليمون. معايا بقى هنا التشريبة اللي احنا هنشرب بيها السمك. ده طماطم مبشورة، جزر مبشور، فصوص توم، كمون، ملح، كزبرة خضراء متقطعة، طماطم مبشورة زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، بصل مبشور. وهننزل بيه على السردين، هنشرب بيه السردين يعني. والتمليحة بتاعته بقى الملح والكمون زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، وعليها خل وليمون برضو. حطيناها في الفرن، وده بعد ما طلعت من الفرن. بسم الله ما شاء الله، كانت حاجة في منتهى الجمال، روعة. ان شاء الله تجربوا الطريقة دي تعجبكم جدا، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات الحلوة بتاعتكم. ما تنسوناش من لايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم من قناتي كل جديد، فضلا وليس أمر. السلام عليكم ورحمة الله.